السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. فيديو اليوم على كيف تأسس نادي الأهلي المصري، ومن أول بدايته حتى 2026. قبل كل شيء، هل تعلم أن الأهلي لم يؤسس لكرة القدم فقط، بل كرمز وطني وقصة شعب؟ هذه هي القصة الحقيقية لتأسيس النادي الأهلي المصري. أول شيء، سنة التأسيس 1907. المؤسس عمر لطفي باك. الهدف: نادي المصريين في الاحتلال. في بداية القرن العشرين كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني. الشباب المصري لم يكن يملك أماكن تجمع، ما عندهمش كان مقاهي مطاعم باش يجمعوا فيها. صوت حر، ما كانش عندهم صوت معناتها باش يقولوا حاجة يوصلوا صوتهم، نادي يمثلهم. معناتها ما كانش عندهم نادي باش يشجعوه باش يمثلهم. وهنا ظهر رجل اسمه عمر لطفي باك. كانت الفكرة بسيطة لكن خطيرة في ذلك الزمان. وقتها كان فما احتلال، كان ما تنجمش تعمل أي حاجة تحب عليها. نادي المصريين فقط، نادي يمثل المصريين. في سنة 1907 تم تأسيس النادي الأهلي رسميا. اسمه لم يكن صدفة. الأهلي نادي الشعب، النادي الذي يمثل الشعب المصري. في البداية لم يكن ملعبا كبير. أول ما بدأ نادي الأهلي ما كانش عندهم ملعب كبير، ملعب صغير يلعبوا فيه. لم تكن أموال، أنت ما كانش عندهم أموال باش يجيبوا جوارات أو يعملوا ملعب كبير. فقط إرادة، كان عندهم إرادة باش يعملوا نادي كبير يمثل مصر واسمه يتنشر في كل العالم. الأهلي لم يحارب فقط في الملعب. مضايقات يريدون إلغاء النادي، وإنهاء النادي. نقص دعم، ما عندهمش شكون يدعمهم. منافسات قوية، مباريات قوية ال- على الإكب اللي عندهم. مع دخول الكرة بقوة، وقت كرة القدم دخلت بقوة ولات معروفة، الأهلي بدأ يكبر. اسمه بداية يتعرف، الجماهير بدأت تكثر، ولا عنده برشا جمهور في كامل مصر. الانتصارات بدأت تظهر، ولا ينتصر في برشا مباريات، وبدأ يوري في اسمه اللي هو فريق قوي. وعند خرج الأهلي إلى إفريقيا فرض اسمه، ولا عنده اسم في إفريقيا معروف. فرض شخصيته، فريق قوي في كأس إفريقيا وينجم يهز أي كأس إفريقيا. فرض سيطرته، يسيطر على المباريات ويسيطر على الألقاب. وهنا ولد اللقب نادي القرن الإفريقي، الأهلي نادي القرن الإفريقي. واليوم الأهلي هو أكثر نادي توج في إفريقيا، أكثر نادي عنده ألقاب في إفريقيا، جماهير بالملايين في مصر وأيضا حتى في خارج مصر. مدرسة في الانتصارات، انتصارات متتالية. فاز على أقوى الأندية الإفريقية. الأهلي لم يتغير، ما زال نادي الشعب. إلى الآن نادي الأهلي ما زال نادي الشعب. هذا كل ما فما في فيديونا اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مقالي كان نقول لكم باي باي، وتستنونا في الفيديو القادم.